عميل بيسألني ايه رأيك في بودرة الدكار، اشتريها ولا لا؟ بص، هي حلوة وكويسة وتجار كتير بيبقى عندهم ومخزنينها، وحلوة في تخزينها من السنة للسنة وحلوة في استخدامها، بس اي حبذا لو انت تجهزها عندك او تكون اهم حاجة لازم من مصدر ثقة. طبعا برضو يعاب عليها انها غالية شوية وامكانية الغش فيها سهلة، يعني ممكن بيحطوا لها بدايل او بيخلطوها عشان يزودوا كميتها، او ممكن يعملوا بدايل تانية خالص اصلا. يعني للاسف السنة اللي فاتت في شركة بإدارة خبرة عظيمة، والشركة نفسها شركة كبيرة عندها مئات الأفدنة ما شاء الله، وللاسف اتغشوا في كميه بودره ضخمه، للاسف ضيعت لهم محصول ضخم جدا في قطاع كامل. يعني ربنا يعوض عليهم يا رب ان شاء الله باذن الله. فبالتالي للاسف انا بحب دايما اجيبها من مصدر يكون ثقه 100% وعارف هو بيتعامل ازاي، او انا اللي احضرها بنفسي. لو عندك نخل او اتنين ما انصحكش تزرع دكر، يعني لا، استفيد بيهم وجيب دكار من بره. الموضوع بسيط، ده بنقول عليه انتاج منزلي، او يعني ايه، مش محصول ذو قيمه اقتصاديه عاليه. لكن مثلا لو انت عندك مزرعه وفيها بقى نخل كتير، لا، في الحاله دي انا انصحك لازم يكون عندك دكار، ودكار خاصه بيك، ودكار قويه وانت عارفها وعارف مصدرها كويس قوي. فلو انت مثلا نقول مجازا عندك فوق ال10 نخلات، لا، ابتدي بقى حط عندك، لازم يكون عندك محصول دكار كويس. مثلا حط نخله لكل مثلا 15 20 25 نخله بحد اقصى، حسب برضو نوع النخل اللي موجود عندك. يعني برحي بيحتاج لقاح كتير، يبقى كل 15 20. لو مجدول لا، ممكن بيبقى سهل في تلقيحه، وهكذا. بلاش تستنصح وتروح تقول لا انا مش هزرع دكر، انا هزرع نتي واجيب ايه دكار من بره. في حاجات كده استراتيجيه لازم تكون عندك، يعني ما ينفعش سوري ابقى فلاح ومعيش فاس، يعني عيب. وده هياخدنا بقى النقطه، طب انا ايه افضل دكار استخدمه في تلقيح النخل؟ هل اجيب برحي ولا بلدي ولا جرفس ولا عبد الجبار ولا غنامي ولا ايه الافضل؟ طب ده هياخدنا الاول لنقطه، هو ايه مشكله النخل البرحي في مصر؟ انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ويا رب اتمنى اكون افدتكم، وتابعونا علشان نكمل باقي الحوارات اللي احنا فيها دي، وانتظرونا في خلال شهر رمضان في حوارات تانية كتيره. كل اسئلتكم بحاول اشرحها لكم بشكل مبسط ان شاء الله. المهم يلا، مش هطول عليكم اكتر من كده، ولو في عندكم بقى اي استفسارات اكتبوها لنا تحت او ابعتوها لنا على الصفحه او على الواتساب، وان شاء الله نكون في خدمتكم. اي خدمات. السلام عليكم.